اهلا بكم. الحسن الثاني تزاد في 9 جويي يوليوز 1929. باش كان في السن ديالو 4 سنين الحسن الثاني كيهضر بالفرنسيه بطلاقه بحال اي طفل باريسي ولا مونبوليي. قرا التعليم التقليدي المغربي، الكتاب، القران الكريم، دخل المعهد المولوي كوليج رويال، خدا البكالوريا ديالو، من بعد قرا القانون في المغرب، ومن بعد كمل الدراسات ديالو العليا في القانون في جامعه بوردو. منذ الصغر ديالو كان مع الحركه الوطنيه من اجل تحرير المغرب، ودفع الثمن غالي. دافع واحد النار على بواه بسبب الاهانه ديال واحد المقيم العام فرنسي داك جوان اللي كان همجي وكيحتقر المغاربه وما كانش كيحترم محمد الخامس. الحسن الثاني واحد النهار قرر يقتلو، خبا فردي وكان حاول يقتلو، وانا حكيت التفاصيل في واحد الفيديو. دوز المنفى مع بواه كورسيكا مدغشقر، من بعد رجعوا للمغرب، بدا كيعطيه بواه مسؤوليات باش كيحضروا الحكم. بداها برئاسه القوات المسلحه الملكيه، لانه هو من الناس اللي كان خدا المسؤوليه ديال انه يبني الجيش ديال المغرب. 56 بطبيعه الحال استقلال، عاوتاني خدا مسؤوليه اخرى نائب رئيس الوزراء، في نفس الوقت كيبني الجيش، الوزارات، المؤسسات ديال المغرب. 61 الوفاة ديال بواه الحسن الثاني تزوج واصبح ملك المغرب. هنا واحد نقط مهمه خصنا نعرفوها. من ملك الحسن الثاني ولا هو ملك المغرب، كانت عنده مسؤوليه بناء المغرب ما بعد الاستقلال. كان هو ثاني ملك مغربي بعد الاستقلال، بطبيعه الحال محمد الخامس مخضرم لانه عاش ملك الاحتلال والاستقلال. حسن الثاني ثاني ملك بعد الاستقلال. مهمة كبيرة بناء مغرب ما بعد الاستقلال. شنو كنقصد هنا؟ ديك الوقت الدولة المغربية ما عندها والو. الى حدود استقلال المغرب كانت مازال فرنسا هي اللي كتنهب ثروات المغرب، الفوسفات، الفلاحة، السمك، كل شيء كانت فرنسا هي اللي كتاخذو. كانت واحد البنكه كدير ما بغات في المغرب، لا بنك دو باري دي بيبا، من بعد غتولي باريباس، حتى هي كانت الشركات في النهب وسرقة البلاد. المغرب ما كان عنده والو، الدولة ما كان عندها والو، الملك بنفسه محمد الخامس ولا بعده الحسن الثاني ما كانت يملكهم والو. خصنا نفهموا واحد الحاجة، أنا في 61 منين أصبح الحسن الثاني ملك المغرب كانت أسر مغربية أغنى من الملك، كيملكوا سيارات وكيملكوا أملاك وخدامين في التجارات، كانوا أغنى من الملك، فكانت المسؤولية كبيرة. قبل منها بطبيعة الحال كان جا الزلزال ديال 1960، المغرب ما بعد الاستقلال، المغرب ما بعد الزلزال، فكانت المسؤولية كبيرة. منذ البداية الحسن الثاني اختار اقتصاد السوق، اختار الليبرالية، اختار أن المغرب يكون فيه أحزاب سياسية في الوقت اللي كانت الموضة هي اليسار، هي الاشتراكية، خصوصا أنه كانوا زعماء في العالم العربي منهم مثلا جمال عبد الناصر بحال القذافي، كانوا كيتسناو ملك المغرب أنه يدير بحالهم، حتى هو يمشي الاشتراكيه، يمشي في الاقتصاد الموجه، دوله الحزب الوحيد. لكن الحسن الثاني ما اختارش هذا الشيء، وكان سابق لزمانه في الرؤيه ديالو. علاش؟ لان جميع الدول اللي كانت اختارت الاشتراكيه بحال ليبيا، بحال الجزائر، بحال مصر، فيما بعد غادا تنقلب 180 درجه، غادا تنقلب من النقيض الى النقيض، وغتكتشف ان ديك السنين كلها اللي دوزتها في الاشتراكيه كانت وقت ضائع. المسيره ديال الحسن الثاني كانت فيها بزاف ديال العقبات، بزاف ديال العوائق. حرب الرمال 63 اللي سمات العلاقات بين المغرب والجزائر، وهي حرب تفرضت على المغرب، والسبب ديالها هو الإخلاص ديال محمد الخامس للعروبة والإسلام، كانت يعطي قيمة للجار. شنو كنقصد بهذا الشيء؟ ان محمد الخامس باش كان غادي ياخذ المغرب الاستقلال ديالو، الجنرال دوغول طرح على محمد الخامس انه يسوي مساله الحدود. محمد الخامس رفض، قال له ما غاديش نسوي الحدود الا مع الجزائر المستقله. جات 63 الجزائر طمعات في الحدود وبغات تكون اكبر واضخم، وهكذا تفرضات على الحسن الثاني ديك الساعه ملك شاب يلا عنده سنتين في الحكم، تفرضات عليه حرب لا هو بغاها ولا كان كيقلب عليها. 65 الحادث عاوتاني سمم العلاقات بين المغرب وفرنسا، حادثه بنبركه، وانا درت فيديو شرحت شنو هي تصور ديال القضيه بنبركه. هادشي كله بموازاة مع بناء الدولة، بناء الوزارات، تحديد السياسة الخارجية ديال المغرب. جات واحد الحدثين اللي لهم ما بعدهم، كاين الحسن الثاني ما قبل هاد الحدثين والحسن الثاني ما بعد هاد الحدثين. هاد الحدثين هو انقلاب 71 في الصخيرات اللي كان يحتفل بعيد الميلاد ديالو،
وانقلاب ديال اوفخير ديال الطائره. هاد الحدثين عطاونا حسن الثاني واحد اخر، حسن الثاني اللي ولا كيعيد النظر ديالو في العلاقات، كيعيد النظر ديالو في الاصدقاء، عاد النظر ديالو في الصداقه كلها، لان حتى هو انسان عنده اصدقاء، عنده صحابه كيقصر معاهم كيجلسوا، ماشي غير داك الحسن الثاني اللي كنشوفوه كيحكم والخطابات وصناعه القرار السياسي الخارجي والداخلي. نو، كان الحسن الثاني انسان اللي عنده اصدقاء واخلاء يحبونه ويحبهم، هادو غدروا به، حاولوا يقتلوه، حاولوا يقلبوا عليه، فاعطتنا حسن ثاني واحد اخر. من اهم المحطات في الحياه ديالهم بطبيعه الحال المسيره الخضراء واسترجاع الصحراء المغربيه، الحاق ديالها بالمغرب، الطرفايه والذهاب سيدي افني من قبل، بالاضافه الى انه باني المغرب المعاصر، رجع قطع كبيره من المغرب لارض الوطن. الحسن الثاني كان منظم مؤتمرات كبيره وشارك في مؤتمرات خارج المغرب ولا داخل المغرب، مؤتمر القمه، صالح بين فرنسا وليبيا كانوا داروا مؤتمر في تشاد، صلحوا بعض المشاكل اللي كانت بيناتهم، كانوا يعتبر مستشار بزاف ديال القاده في العالم العربي وحتى في الغرب. مور حرب اكتوبر 1973 كان هنري كيسنجر وزير الخارجيه الامريكي اختار الحسن الثاني ما بين قاده العالم العربي كله، اكثر من 20 دوله جا عنده هو، وجاب تواضع شديد كيقول ليه صاحب الجلاله بغيت نطلب منك النصيحه، بغيتك تنصحني كيفاش نهضر مع القاده العرب، كيفاش نتكلم معاهم، فيدني نصحني. الحسن الثاني عطى قيمه كبيره للفلاحه، بغى المغرب يكون بلد فلاحي، وكان تيخاف انه تكون تجي شي مجاعه في المغرب، لذلك دار سياسه السدود، دار سدود بزاف ديال السدود كاينين في المغرب باش كيجمعوا الماء وما يكونش مشكل في سقي الاراضي الفلاحيه ديال المغرب. هاد القضيه دي جابت ليه بزاف ديال الانتقادات من عند الاكاديميا والاساتذه والجامعيين واساتذه ديال التعليم، قالوا ليه ايوا انت كتشوف الفلاحه ولكن هملتي التعليم. جاوبوا الحسن الثاني قال لهم ايوا باقيلا نوكلوا ولادنا الستيلوات واقلام الرصاص. علاش هو دار هكا؟ لانه كما قلت كان خاف ان المغرب تجيه مجاعه، لان في التاريخ المغرب دارت هناك مجاعات، خاف هذا الكابوس يتكرر في المغرب. المجاعه عندها تبعات سياسيه واقتصاديه، فهو شاف بما ان المغرب ما كرموش الله بالامطار والامطار الغزيره، بل بالعكس المغرب معروف بشح الامطار، قال ارى نديروا سياسه ديال السدود باش هكا على الاقل نحتفظوا بالماء ونسقيو به الاراضي الفلاحيه. المسيره ديالهم بطبيعه الحال فيها نقاط سوداء، سنوات الرصاص، تازما مارت، بطبيعه الحال هذه كلها اعترف بها الحسن الثاني، وكاع الاخطاء القرارات اللي كان دارها سواء في الداخل ولا اللي عندها علاقه بالسياسه الخارجيه اعترف بها وقالها في الكتاب ديالو ذاكره ملك، اعترف بداكشي اللي شافوا انه قرارات خاطئه في الحياه ديالو. وتا في واحد الحوار داتو مع الشرق الاوسط كان قال واحد الجمله، قال ان التاريخ سوف يكتب علي القبيح والمليح، فهو ما عندوش مشكل ان التاريخ يكتب عليه المزيان والخايب. اخر السنوات ديال الحسن الثاني كان طلق شي شويه اللعب، اطلق الحريات والمعارضه ديال المغرب ولات كتشعر بان كاين هامش ديال الحركه. الحسن الثاني عمره ما تواجه مواجهه دمويه مع الحركات الاسلاميه اللي كاينه في المغرب، بالعكس فيما بعد غتكون هناك مفاوضات باش هكا يكون هناك حزب اسلامي يدخل العمل السياسي. وخلينا دابا نشوفوا الحسن الثاني الانسان ونقول لكم شي حوايج اللي احتمال كتعرفوها وكاين شي حوايج ممكن تسمعوها اليوم اول مره. الحسن الثاني كان انيق وشديد الاناقه، كان تيعرف البس وكان تيعرف يزاوج بين الالوان، هذه كتجي مع كذا، هذه مع كتجي مع كذا، يشوف اللون ديال البشره ديالك يوريك شنو هي الشميز اللي غتجيك مزيان، شنو هي الجاكيطه اللي غتجيك مزيان. اول ملك في تاريخ المغرب كيلبس الصباط مع الجلابه، معروف ان الجلابه المغربيه كتلبس مثلا مع البلغه بزيويه على حساب اللون ديال الجلابه. الحسن الثاني اول ملك تيلبس الصباط مع الجلابه، وكمثال على الاناقه ديالو واحد النهار كان مازال شاب وكان دير واحد اللقاء مع الصحافه، ولاحظ بانهم كلهم مبهدلين وجايين بحال هاد الدواء، وقال لهم مالكم نتوما على هاد الشيء، مالكم مبهدلين، سيروا لبسوا، سيروا عند المحل الفلاني وقولوا لي راني صيفطتكم عنده ولبسوا وجيوا لعندي بطريقه لائقه. وهذه كتدل على القيمه اللي كان كيعطيها اللباس والاناقه. الحسن الثاني كان يحب السيارات وكانت عنده مجموعه ديال الكوليكسيون ديال السيارات، لكن كاينه واحد الطوموبيله كيكرهها اللي هي البي ام دبليو، ونهار اللي شافها ما حباش، ما دخلت ليهش في قلبه وما صاقهاش وما حملهاش، كان من النظره الاولى من اللحظه الاولى طلقها بالثلاث. الحسن الثاني كان تيشجع الصناعه التقليديه المغربيه
وكيحب الصناعة التقليدية المغربية من الزليج البلدي وتاك باست والنقش والعود ودوك الطوابل المنقوشين. داكشي كله الحسن الثاني كان كيدعمو وكيحبو، وكان حريص ان الوزارات ديال المغرب وجميع المرافق الحكوميه تكون فيها الزربيه، يكون فيها النقش، يكون فيها تاك باست، يكون فيها الزليج البلدي. علاش؟ لانه كان تيدعم هذه الصناعات لدرجه ان واحد النهار كان غيفتتح واحد المسجد، جا وحيد البلغه ديالو دخل المسجد، اكتشف ان ديك الحصيره ماشي حصيره طبيعيه، حصيره ديال البلاستيك شينويه جايه من الصين. قال لهم شنو هادشي؟ قالوا له هادي راه زوينه، اللون ديالها زوين وما كديرش الريحه. قال لهم واش بغيتيو تقتلوا تا حصارت؟ قال لهم حيدوا عليا هادشي وجيبوا الحصيره الحقيقيه الطبيعيه المغربيه. فهو كان يدعم الصناعه التقليديه وباغيها تعيش وباغي الناس ديالها يزدهروا ويبقاو في الحياه، وكان كيدعمهم. بدا المشاريع الحكوميه كلها كان تيدير فيها الصناعه التقليديه. الحسن الثاني كان تيحب الخيول والفروسيه وكان كيمارسها بزاف. في الشباب ديالو كان تيدير الفروسيه يوميا، ولذلك كان دار منظم في المغرب داك اسبوع الفرس. وما عنديش شك انه لولا المسؤوليه ولولا انه ملك وممارسه الحكم كان ربما يكون ما بين احسن الفرسان. الحسن الثاني كان يحب الموسيقى المغربيه والفنانين المغاربه، عبد الوهاب الدكالي ولا رجاء بن المليح وفنانات اخريات وفنانين اخرين. كان يحب الاغنيه العربيه، ام كلثوم، عبد الحليم حافظ. كانت كيعرض عليهم في المغرب، يجيو يديروا حفلات وكان كيحضر لها مباشره. الحسن الثاني كان عنده مؤنسين. المؤنس هو هذاك اللي الدور ديالو انه يدخل على القلب ديالك البهجه والفرح، يعني يضحكك. من المؤنسين ديالو معروف الحاج بن، وكان ظن كان عنده واحد المصري، مؤنس مصري كان متخصص في الازليه ديال سيف بن يزال، كان دائما عزيز عليه يسمعها وكان كيحكي عليه. فكانوا عنده مؤنسين كيجلسوا معاه جلسات، وكان عندهم الحق يقولوا اللي بغاو بالطريقه اللي بغاو، لان الهدف ديالهم هو انهم يضحكوا الملك. الحسن الثاني توفى نهار الخميس 29 يوليوز 1999. المغرب كامل حزن عليه. كان الحدث زلزال في المغرب، خرجوا الملايين حضروا الجنازه ديالو. القاده ديال العالم كلهم جاو تقريبا، اهم القاده بيل كلينتون جاب مرته، جاب الحكومه ديالو كلها. كانت جنازه مهيبه. والحسن الثاني قبل ما يموت كان مهتم بالمساله ديال الخلافه ديالو، ديك ان الملك المقبل كيفاش خصو يكون وشنو هي الدروس اللي خصو يتعلمها. من طبيعه الحال درب محمد السادس على الحكم، عطاه مسؤوليات، لكن ربما اهم درس دوزو الحسن الثاني لولده هو انه كان خدا واحد المقوله من عند واحد الكون، داك اللقب الاجتماعي الكون دو بوفون. كان دار واحد الخطاب في فرنسا في الاكاديميه الفرنسيه في 1753، ومن ضمن الكلام اللي قالوا الطلاب الاكاديميه قال لهم لو ستيل سي لوم دو بوفون. شنو كيقصد من هذه الكلمه هذه؟ كل واحد في اي حاجه باغي ينجزها واي حاجه باغي يحققها خصو يلقى الاسلوب ديالو باش يديرها. الحسن الثاني التقط هذه القضيه هذه، انه منين ما تباه الحسن الثاني ما قلدش محمد الخامس، ما حاولش يقلده نهائيا، حاول يلقى هو الاسلوب ديالو اللي كيتماشى وكيتماهى مع الشخصيه ديالو ومع التربيه ديالو ومع الثقافه ديالو. فهاد القضيه هذه لو ستيل سي لوم، ان الرجل هو الاسلوب ديالو، هو الطريقه ديالو، هو الطابع ديالو. لقنها لولده وعلمها لولده محمد السادس، انه النهار اللي غيجي اليوم ديالك تحكم حاول تلقى ديك البصمه ديالك انت، ديك الاسلوب ديالك، ديك الطابع ديالك. يعني قال لولده محمد السادس انك ماشي ضروري تقلدني، ماشي ضروري تمشي مورايا خطوه بخطوه وذراع بذراع، لكن لقى الاسلوب والطابع ديالك. الرجل اسلوبه. كنظن هذه اعظم درس دوزو الحسن الثاني لولده. ختاما الحسن الثاني سواء اتفقتي معاه ولا اختلفتي معاه كيبقى ملك عظيم، كيبقى باني المغرب الحديث، باني الدوله المغربيه الحديثه، هو اللي انتشل الاقتصاد المغربي من الاستغلال ديال الفرنسيين، من استغلال البنك الفرنسي والدوله الفرنسيه. ومن طبيعه الحال الكمال لله، ما كاينش شي حاكم في التاريخ في ديك الفتره كامله اللي حكم ولا المشوار ديالو السياسي ما دارش اخطاء، يستحيل. الكمال لله سبحانه وتعالى. فاخر حاجه نقولها رحم الله الحسن الثاني رحمه واسعه، فهو الان في دار الحق، هو الان عند ملك الملوك،
رحم الله الحسن الثاني وغفر له مغفرة واسعة. كنشكركم على المتابعة، كان معكم عبد اللطيف، إلى الحلقة القادمة من حلقات قناة دار الخبر.